ابوي السعود. تسبيع. عادي تبكي هسه هذا الطفل لا احط راسه واموت الصبح او تدعم لي سياره او شيء، وين يروح؟ وين؟ سيدي بلا قبل لا نتكل على الله وعلى اخوي حسين احسن راح. العم المسكين أبا خالد عمره تجاوز 70 عاما، ويجوب الشوارع بهذه الستوتة المتعبة ليجمع ما موجود في النفايات من أجل لقمة المعيشة له ولأطفاله. افكر الا برب العالمين وهذولا اقول باكر لا حطيت راس مال يا لي الدنيا يحملهم. تدري انت هذا همك الوحيد. اي والله تكفي ما عندك بعدين على علم الدنيا حشاك. يا ما كرفنا بالدنيا لمن عجزنا ايش حصلنا. هذا باشرت به. هذا الشغل مالتك؟ هذا الشغل مالي ويا الحديد. اظن اقول لك صار لي 4 سنوات. 4 سنوات. قبل شيء تشتغل؟ قبل اشتغل بعربانه بالولايه. عربانه؟ اي. ايش قد عمرك حجي؟ انا عمري مواليد 52. شوف قد عمري. مواليد 52. اي 52 يعني 71 سنه. 72 سنه. اي هو قوته الله سبحانه وتعالى مطيني عافيه ومطيني حيل وجاهد واشتغل بمن والله هسه عطيتهم وربك هم الله. بس حجي انت ما تشوف هذا العمل متعب عليك بهالعمر؟ متعب بس غصبا علي. يعني انا هسه انت تقبل اجي ادق الباب. هذا الشغل مصرف مال خبزه والسكان شاي بس. ومقتنع والحمد لله الله مطينا عافيه ومقتنع. وين تلقت هذا انت هذا لقطنا بالاحياء، حي المعلمين وحي شو اسمه هذا الامير وشارع كربلاء. شفت بهاي ستوتك التعبانه؟ وهاي ستوتي الله اكبر. شوف ويشهد علي ذاك الرجال ويعرفني من زمان ما اخذت اختي لحد اليوم. كنت اشتغلت اخذت فتره بالبلديه. شوف بالبلديه اخذت فتره. امنيته تعبانه الحجي كلش، هي امنيته الوحيده يصير عنده بيت. نعم امنيته الوحيده يصير عنده بيت الحجي. وهو بيته كامل مسكن للجعاطيط يعني مسكن. يعني شوف هسه عندك هاي الارنب من يريد يجيب ما يجيب بالحماده، يبحث بالارض ويجيب ويطمه. يطمه يخاف منين؟ من الحيوان يجي ياكل ابنه. فهذه هي الانسان. نعم. الانسان لا يريد يموت، كلنا نموت. الانبياء راحوا بس انه لا لهم وطن يقول والله ابونا خلانا قاعده تربه. حجي لا تبكي. لا يعني وان شاء الله الناس ما راح تقصر. ان شاء الله. استاذ احمد الغالي احنا الناشد اهلنا وناسنا الطيبين بعموم العراق مو بس بالنجف. هذا الانسان بمحافظه النجف قضاء المناظره الناشد الناس على مود يسووا له بيت. هو بيته كامل بس بيه شغلات بسيطه. اي واحد يقدر يساعده واي واحد يمد له يد العون. احنا راح نخلي اما رقمه فوق اما رقم اي شخص راح نخليه فوق. وساعدوا هذا الحجي رحم الله والديكم والله يوفق الجميع.